مرة ثانية تحياتي لكم. يعني بكل صراحة، يعني هاد الناس هادو مبغاوش يبعدوا منا. وقت ما كنبغيو نديرو شي بث مباشر، يعني كيجي هاد الذباب الالكتروني كيخترق علينا هاد البث، تيطيح لنا البث المباشر، ما تيخليناش نوصلوا الفكرة ديالنا. بعد ما كنا يعني كانت في دماغنا عدة افكار بغينا نحطوها وعدة مشاكل بغينا نطرحوها، يعني كيخلي لنا هاد البث المباشر ما كيبقاش مستمر يعني في الاتصال مع المتتبعين ديالنا. وحنا ان شاء الله راه كما وعدناكم، راه ما غاديش نرجعوا خطوه للوراء، غادي نستمروا في ايصال الصوت ديال هذه الفئه هذه رغم هاد التضييقات وهاد الامور هذه. يعني بكل صراحه حنا حاولنا يعني نعطيو للمتتبعين ديالنا يعني كل ما يهم يعني هاد الفئه هذه، ويعرفوا شنو كتعاني هذه الفئه هذه. لان كنقول لكم دائما بان لا صحافه وطنيه ولا سياسيين ولا برلمانيين ما كيعريو على الواقع الحقيقي ديال المعاناه الاجتماعيه ديال القدماء العسكريين. ما تيوصلوش يعني الصوت ديالهم، ما كيوصلوش الكلمه ديالهم، رغم انهم كاينين في مركز القرار، ولكن هما مستافدين من الريع، مستافدين من الفساد، مستافدين بهذه الامور هذه. ما غاديش يحسوا بهذه الفئه هذه اللي هي طارحه الفراش، اللي كتناشد وكطالب بالحقوق ديالها منذ 2018. كما قلنا الاخوان ديالنا في البث المباشر السابق بان مؤسسه حسن الثاني للاعمال الاجتماعيه يعني بعدم احترامها تطبيق القانون 34 97 اللي كيتعتبر ظهير شريف، يعني عنده رقم صادر من ديال 1 99 192، اللي من خلال هذا الظهير الشريف كاينين عده يعني يعني عده قوانين، منها الماده 17 اللي كتعطي الحق القدماء العسكريين للمؤسسه بان احصاء قدماء العسكريين الراغبين في مزاوله نشاط مهني بصفه مستقله او بصفه او في الحصول على منصب شغل ماجور، او تعيينهم في مساعيهم لتحقيق اي غايه مهنيه في الاطار ديال سميتو الناس اللي عندهم معاشات هزيله ضايعين، عندهم مشاكل اجتماعيه. من حقهم انهم يتوجهوا لمؤسسه حسن الثاني ويطلبوا منهم انهم يطبقوا الماده 17 اللي كتعطي الحق لهذه الفئه هذه يعني بمزاوله نشاط مهني بصفه مستقله، نظرا للمعاشات الهزيله ديالهم، ونظرا بانهم كيمتهنوا مهن لا تليق بالماضي المجيد ديالهم. كنمشيو دابا حنا كما كنشوفوا يعني ناس كيخدموا صفوف القوات المسلحه الملكيه، كنلقاوهم في لا سيكوريتي بزاف، تلقاوهم انهم تيبيعوا يعني الخضره، كنلقاهم انهم كذلك كيمتهنوا مهن لا تليق بماضيهم المجيد. كان على المؤسسه الحسن الثاني للاعمال الاجتماعيه انها تقوم بالاحصاء ديال هاد الناس وتشوف من الحاله الاجتماعيه ديالهم، وفي هذا الاطار دير لهم واحد نشاط مهني، ولا تشوف حتى يعني الناس اللي باغيين يدخلوا عند مناصب شغل يعني عند مأجورين، ان تشوف لهم يعني شي عمل يحفظ لهم الكرامه ديالهم، وما تخليهمش انهم يعني تالفين يعني في الشوارع وكيقلبوا على القوت ديالهم وباش يتعاونوا على الزمن، يعني في غياب واحد القانون اللي كتضخ ميزانيه صحيحه من الدوله واللي كيعطيها صاحب الجلاله الله ينصرو باش هذه الفئه هذه تكون يعني قايمه مع مؤسسه حسن الثاني بالاعمال الاجتماعيه، يعني بكل ما هو اجتماعي. اليوم حنا كنشوفوا غياب تطبيق هذه الماده 17، وحنا من هذا المنبر كناشدوا المدير ديال المؤسسه حسن الثاني انه يطبق لنا الماده 17 اللي كتعطي الحق لهذه الفئه بالاحصاء ديالهم، احصاء ديال القدماء العسكريين المحاربين الراغبين في مزاوله نشاط مهني بصفه مستقله وفي الحصول على مناصب شغل عمل ماجور. هذا الشيء ما تنقولوش انا، هذا الشيء كيتقولوا الماده 17 اللي كاينه في الظاهر الشريف اللي خارج في الجريده الرسميه رقم 47 22. وهذا الظاهر الشريف راه صادر في 1 99 192 جمادى الاولى 1420 25 اغسطس 1999. هذا الامر بتفعيل قانون 34 97. حنا بغيناكم تفعلوا لنا القانون 34 97، ما تنقولوش لكم عطيونا شي حاجه ما كايناش. مؤسسه صاهره على يعني المشاكل الاجتماعيه ديالنا كتمشي بواحد القانون اللي حطو صاحب الجلاله الله ينصرو، اللي حطو المرحوم الحسن الثاني الله يرحمه، وصاحب الجلاله هو الصاهر والضامن ديالنا يعني باش هاد الماده 17 وهذا القانون 34 يطبق. وانتم ما كتقوموش بالواجب ديالكم، وحنا من هذا المنبر كناشدوا صاحب الجلاله الله ينصرو وتنقولوا ليه بان هذه المؤسسه ديال الحسن الثاني راه ما كتطبقش لنا الماده 17. كون كانت كتطبق هذه الماده 17 ما غاديش نلقاو هذا التهميش وهذا التحقير في عدد كبير ديال القدماء العسكريين اللي عندهم معاشات هزيله. وكذلك كنطلبوا من الحكومه المغربيه اللي كما كتعرفوا بان تجميد المعاشات العسكريه القانون 013 71
راه مجمدوا المشرع المغربي، المشرع المغربي هو اللي مجمد لنا المعاشات. الناس اللي كاينين في القبه واللي جالسين في القبه واللي كيشرعوا واللي برلمانيين وسياسيين، هاد الناس هادو هما اللي مجمدين لنا المعاش ديالنا بالاجماع. هزو يديهم بالاجماع تيقول لك بان هاد الناس المتقاعدين العسكريين، انا ما كنهضروش على التقاعد بصفه عامه، التقاعد بصفه عامه راه مجمد، ولكن باش كنشوفوا واحد الناس قدموا خدمات جليله للوطن وكانوا معرضين الصدور ديالهم يعني للرصاص، راه هادي راه ماشي خدمه خدام في وزين السكر ولا خدام في وزين الحليب، هذا راه كان معرض النفس ديالو والحياه ديالو اغلى ما يملك من اجل ان ينعم الوطن يعني بالسلم والسلام. حنا كنشوفوا اليوم حكومه فاشله على جميع المقاييس، ما قدراش انها تفتح هذا الملف هذا، ما قدراش كذلك انها تنصف هذه الفئه هذه رغم الوعود اللي كتعطى لنا لا من طرف هذه الحكومه الفاشله ولا من طرف المؤسس الحسن الثاني. لان في جل الوقفات الاحتجاجيه اللي وقفوا قدماء العسكريين واللي كانوا واقفين شوارع الرباط جاو عندهم مسؤولين برتب عسكريه وعطاوهم وعود على اساس ان هذه الفئه هذه غادي ينظروا للملف المطلبي ديالهم وغادي يشوفوا لاصحاب الزمانه ولا الارامل ولا القدماء العسكريين ولا لي ولا كاع هاد الفئه هذه كاع اللي كطالب واللي كتجي من الشوارع، اللي كتوقف شوارع الرباط واللي كتجي من جميع ربوع المملكه، لا من الصحراء المغربيه ولا من الشرق ولا من الغرب، يعني كتوقف. يعني علاش كتوقف على واحد الملف اللي هو ملف مطلبي؟ هذا الملف المطلبي فيه عده مطالب يعني اللي عزات الحكومه المغربيه، عزات المؤسس الحسن الثاني انها يعني تلبي لهذه الفئه هذه الحقوق ديالها. حنا كما قلنا لكم باننا كنشكروا جميع الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا والمتابعين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن اللي كيتابعونا في هذه الصفحه هذه واللي كيعبروا يعني بتعاليق ايجابيه يعني من اجل تضامن يعني لا مشروط مع هذه الفئه هذه، لانها قدمت الغالي والنفيس. والشعب الحمد لله المغربي كامل ولا تيعرف بان هذه الفئه هذه راه خصها تنصف، لانها قدمت خدمات جليله للوطن. فيها ناس اللي هما طريح الفراش، فيها ناس اللي كتعاني في صمت، خدمات بصدق وامانه، واليوم تنكرت لهم الحكومه، تنكر لهم المسؤولين، تنكر لهم الجميع. كنتمناو ان الصوت ديالنا يوصل لصاحب الجلاله نصره الله الملك محمد السادس الله يشافيه ويعافيه، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوصل الصوت ديالنا كذلك لولي العهد حفظه الله ونصره، اللي كيتعتبر منسق المصالح القوات المسلحه الملكيه في القياده العليا. كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يوصل النداء ديالنا، لان هاد الناس هادو راه طغاو علينا، هاد الناس هادو راه ظلمونا في الحقوق ديالنا وظلمونا في المعاشات ديالنا وظلمونا حتى من الظهير الشريف اللي خارج في 1/99 192 اللي صادر يعني في جمادى الاولى 1420 من طرف المرحوم الحسن الثاني رحمه الله. هاد الناس ما كيطبقوش لينا بالحذافير ديالو، كيتحايلوا على القانون، كيطبقوا بعض المواد اللي كاينه في هذا القانون، ولكن ما يعني بعض القوانين او المادات اللي كاينين في هذا القانون ما كيطبقوش. علاش؟ حنا بغينا نعرفوا ما هو مصير هاد القوانين هادي اللي مسطره في هاد الظاهر هذا وما كتفعلش، لان كون كانوا كيطبقوا يعني هاد القوانين هادي ارض الواقع ما غاديش نشوفوا كما قلنا هاد الفئه هادي خارجه وكتناشد وكتطالب بالحقوق ديالها في غياب يعني اي تجاوب لا من الحكومه المغربيه ولا من المؤسسه المعنيه. لان كما قلنا لكم كنحمد الله ونشكروه ان عندنا يعني ملك الله ينصروا لنا اللي عاطينا كامل الصلاحيات لهذه المؤسسه هذه وعاطيها لجميع المؤسسات باش تقوم بالواجب ديالها. راه ما بقاوش نوجهوا الخطابات ديالنا لا من خلال التعاليق ديال الناس اللي كيعانوا في الصفحه ولا من خلال التجاوب ديال هذه الفئه هذه. راه هاد الناس راه بغاو كيوجهونا دائما للملك، سيروا عند الملك، راه الملك اللي عنده حقه. سيروا وسيدي سيدنا الله ينصرو عطى ميزانيات للمؤسسات ديال الدوله. الدوله ديالنا فيها مؤسسات، وهاد المؤسسات عطاهم ميزانيات وعطاهم قوانين يعني وظهير شريف باش يمشيو به ويخدموا به. الا كنتي يعني ما كتحسش بان هاد الخدمات اللي كتقدم لك كمتقاعد عسكري، يعني خصك تشوف هاد المؤسسات وتطلب من هاد المؤسسات المعنيه انها تعطيك الحق ديالك. لان هاد الناس هادو اللي كاينين في المؤسس الحسن الثاني للعمل الاجتماعي كانوا كيطبقوا هاد الماده 17 ولا الماده 16 ولا الماده 15، يعني اللي بكل صراحه كان التهميش ديال التحقير ديال القدماء العسكريين ما غاديش نلقاو ناس كيخدموا في يعني في اعمال لا تليق بماضيهم المجيد.
اليوم حنا كنشوفوا ناس خارجه للشارع من 2018. من 2018 قدماء العسكريين خارجين للشارع كيطالبوا بالحقوق ديالهم. كتجي هاد الحكومه هادي، يعني لا السابقه ولا الحاليه، حتى هي السابقه راه شدات الملف المطلبي ديالهم، والحاليه كذلك شدات الملف المطلبي ديالهم. الاولى عطات الوعود وسلسات مشات بحالتها. الحكومه اللي كاينه معنا دابا حاليا ديال عزيز اخنوش شد الملف. عزيز اخنوش رئيس الحكومه بنفسه وعطاه وعود كذلك لهاد الفئه. وفي التصريحات ديالهم قال لك جريو علينا بالحجر. قال لك الى ما عطيناش حنا زياده 1000 درهم لكل مسن وكل متقاعد عسكري الى غيره. ولكن هادشي كامل حبر على ورق. نتوما عايشين عيشه الرفاهيه، عايشين في الفيلات ديالكم، عايشين بالسيارات ديالكم، عايشين يعني برواتب خياليه. تقاعد تيبقى لكم خيالي. وكنجيو كنشوفوا من ساهم بروحه وجسده وعائلته ونفسه كنلقاه مهمش يعيش التفقير والتهميش. وانتوما سادين فمكم، ما كتقدروش تهضروا على هذه الفئه هذه، ما كتقدروش توصلوا الصوت ديالها، ما كتقدروش تفتحوا هذا الملفات، لانكم عارفين بان كاينين يعني اختلاسات، وعارفين بانكم كاينين بزاف ديال الامور اللي ما قدرتوش انكم توصلوا. كتخافوا توصل لصاحب الجلاله. ولكن حنا من هذا المنبر غادي نوصلوا الصوت ديالنا لصاحب الجلاله الله ينصرو. وغنوصلوا كذلك لولي العهد اللي كيتعتبر المنسق المصالح ديال القوات المسلحه الملكيه، باش يشوف هاد الناس الخونه اللي خانوا الامانه وخانوا العهود وخانوا يعني الظاهر شريف. لان انا ملي كنقولوا ظاهر شريف راه كتحط لكم مما كتطبقوش. نتوما ما كديروش بالكلام اللي تيقول لكم القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه. ملي كتطبقوا قانون وكتحيدوا قانون كتحايلوا على صاحب الجلاله، وكتخليو الناس يعني يعيشوا في واحد التهميش وواحد التحقير، وكتوجهوهم لمن لصاحب الجلاله. هذا راه ما نقبلوش منكم، وغادي نخرجوا وغادي نصرحوا وغادي نقولوا هاد المنابر بانكم كتحاولوا انكم تساهموا في التحقير، وكتحاولوا تساهموا تضربونا في الوطنيه ديالنا. لانكم ملي كتكثروا يعني هاد التحقير وهاد التهميش لهاد الفئه هادي راه كتضربوها في الوطنيه ديالها. وحنا راه ما غيتزايد عندنا حتى شي واحد في الوطنيه ديالنا، وما غيتزايد عندنا حتى شي واحد في الملك ديالنا. حنا الحقوق ديالنا كاينين عند المؤسسات ديال الدوله ديالنا اللي دارهم صاحب الجلاله وعطاهم كامل الصلاحيات بانهم يقوموا بالواجب ديالهم. في الخطاب الاخير ديال العرش ديال صاحب الجلاله الله ينصرو راه قال هاد الناس يخدموا بجديه. وليت نحاول راه الكلام راه واضح، خدموا بجديه. الا كنتو تخدموا بجديه خدموا، ما تخدموش راه كاينين كفاءات. كاينين ناس راه هما مجازين. راه كاينين الدكاتره مساكن راه كياكلوا تا هما العصاف مؤخرا دابا يا راه تا هما ما وصلهم حتى شي حاجه. راه كاينين ناس عندهم دي نيفو كبار في الدوله يخدموها بجد وامانه وبحب لانهم تيبغيو الوطن ديالهم. ولكن كاينين بعض الخونه دابا اللي كيتكالبوا علينا وكيضربوا لنا الحقوق ديالنا وكيوجهونا لمن كيوجهونا صاحب الجلاله. صاحب الجلاله الله يشافيه عنده عده مشاكل اللي كاينه دابا في البلاد. المشكل ديال الصحراء المغربيه، المشكل ديال الاعداء ديال الوحده الترابيه، مشاكل عديده. علاش فوض هو المؤسسات ولهاد الناس هادو المعنيين هاد الامور هادي؟ حيت هما ما عندهم والو، خدمتهم هي هذيك. الا كان فوض المؤسس الحسن الثاني الاعمال الاجتماعيه راه خدمتها غير ذاك القدماء العسكريين والارامل ديالهم، ما غاديش ديباسي لينا هاد سميتو. صاحب جلاله راه عنده شحال من حاجه كاينه في سميتو في المشاريع اللي عنده من اجل هذا الوطن هذا. ولكن باش كنشوفوا حنا واحد المسؤولين تعطاتهم كامل الصلاحيات، تعطاهم ظاهر شريف كيضربوا على عرض الحائط وتيقول لك سيروا حقكم راه ما كاينش هنا، راه كاين عند صاحب الجلاله. صاحب الجلاله راه عطاكم كامل الصلاحيات. لا مؤسسات التشريعيه عندها كامل الصلاحيات. على الميزانيه باش كتجي ديال الدوله ديال المغرب فين كتحط كتقرا في المجلس ديال واش كيجيبها شي واحد من القصر، ياك كتجي من سميتو كتجي عندكم وسط البرلمان كتناقشوها كحكومه، وما كتدخلوش فيها قدماء العسكريين، ما كتذكروش فيها هاد الفئه هادي اللي قدمت الغالي والنافيس. اداره الدفاع الوطني مؤخرا خرج الوزير المنتدب بواحد التصريح تيقول لنا باننا كنمتازوا بالحقوق المدنيه وبخير ما بالحقوق الكامله ديالنا، وقال لك باننا كنشدوا اعانه فيها 10000 درهم للشهر. انا كنقول للسيد الوزير المنتدب اداره الدفاع الوطني المحترم، حنا راه كنشدوا ديك 10000 درهم ديال ديك الاعانه كيشدوها الناس ديال الصحراء، وكيشدوا ديك 10000 درهم في العام ماشي في الشهر. لانه خرج في واحد التصريح موقع من طرف الوزير المنتدب الى غير ذلك
وتمررت فيه مغالطات. حنا كنحاولوا نصحوا هاد المغالطات. راه ما يمكنش تمروا صاحب الجلاله مغالطات وحنا كقدماء العسكريين وكوحدين من هاد الشريحه هادي غادي نبقاو ساكتين وسادين فمنا وكنشوفوا راسنا يعني عايشين في التهميش، عايشين في التحقير، خارجين للشوارع الرباط كنطلبوا بالحقوق ديالنا، وانتم سادين فمكم علينا وكتخليو هاد الناس هادو يموتوا في صمت. هاد الناس راه كيبرمجوا وقفات احتجاجيه. واش دابا نتوما عزيز عليكم تشوفوا هاد الفئه هادي خارجه وكطالب بالحقوق ديالها يعني امام قبه البرلمان بعدما قدمت خدمات جليله للوطن بسنوات عديده، يعني حرمان يعني بزاف ديال الامور، يعني مبعدين على الابناء ديالهم، مبعدين على على الحياه يعني الاسريه ديالهم، يعني بعدوا من اي حاجه، يعني كيتشهى شي واحد يعني كانوا عايشين غير بما قسمه الله، يعني عايشين من اجل ماذا؟ باش من يخرجوا تقاعد كيقولوا غادي الدوله ديالنا غتكرمنا غتهلا فينا، ولكن هذا هو التكريم. ها كرمتوهم بان من يساليو التقاعد ديالهم يخرجوا يبقاو يتلاقاو في شوارع الرباط امام قبه البرلمان وامام مؤسس الحسن الثاني كيطالبوا بالحقوق ديالهم. هما ما كيطلبوش دابا بشي حقوق اللي غتعطيوها لهم نتوما من جهتكم المسؤولين، راه كيطالبوا غير بالحقوق اللي تعطات لهم. الا قالوا الديبلاسمون راه كيطالبوا بالمستحقات التنقلات العسكريه اللي كتخدم وما عرفوش شكون اللي كيتصرف عليها، كتخدم هي كتخدم هذا الاسمي. الا قالوا الناس ديال الزمانه اللي خارجين بالريفورم بغينا لاسورانس ديالنا، راه بغينا نعرفوا هذا التامين هذا شكون اللي مسيطر عليه، شكون اللي مسيطر على الصناديق. ملي كتجي انت واحد خارج بالزمانه كدير ليه نو امبيتابل وهو عنده 61 ولا 62% نو امبيتابل، من يستفيد من هذيك امبيتابل؟ شكون اللي كيستافد منها؟ واش هو انت حددتي فيه العجز وعطيتيه المرض وكدير له نو امبيتابل؟ الا كان هذاك السيد خرج مريض راه خصو ياخذ لاسورانس ديالو، لان كتسمى التامين تامن هذاك السيد منين دخل له الخدمه العسكريه. من اجل ماذا دخل الخدمه العسكريه؟ من اجل الى وقع ليه شي مشكل ولا شي حاجه راه عنده التامين ديالو راه كيخلصو. ولكن باش كنتوجهوا حنا كوحدين من هاد الفئه هادي كنمشيو للناس ديال التامين كيعطيوك شيك فيه 4000 درهم ولا 5000 درهم ما كاملاش وتيقول لك هادشي اللي كاين، راه ما عندكش الحق بانك تستافد من التامين. شكون اللي كيسيطر على هذا التامين هذا؟ شكون اللي كيستافد من هذا التامين هذا؟ هذا الشيء راه عيب وعار. بغينا يوصل لصاحب الجلاله الله ينصرو، وبغينا يوصل للولي العهد الله يحفظه لنا، وبغينا هاد الفئه هادي تكون عايشه كريمه. بغينا هاد الناس هادو ما يكونوش واقفين في شوارع الرباط كيطلبوا بالحقوق ديالهم، بغيناهم يكونوا واقفين في بلاصه ديال التكريم، بغيناهم يكونوا واقفين في شي بلايص اللي كترفع من المقام ديالهم. بغينا هاد الناس ما يخرجوش يهزوا اللافتات في الشوارع الرباط، بالعكس بغينا هاد الناس يتوسموا ويوقفوا، يعني نحضروهم في احتفالات وطنيه نحضروهم. ولكن نتوما مسؤولين فاسدين ما بغيتوش هاد الفئه هادي تكون، يعني حيت عارفين هاد الناس واعرين عليكم ومجهدين عليكم لا في الوطنيه ولا في اي حاجه. انا كنوجه كلامي للفاسدين. راه كاينين عندنا المسؤولين اللي كنعتزوا وكنفتخروا بهم في الدوله ديالنا، راه ماشي الناس كاملين فاسدين، ولكن كاينين المسؤولين اللي هما فاسدين وجالسين في كراسي مريحه وجالسين في كراسي مكيفه ولا يهمهم الامر، وهما مسؤولين على هذه الفئه. بامكانه يجبد واحد السيلو ورقه ويدير واحد التقرير بان الفئه هذه راه تعاني كذا وكذا وعندها مشاكل اجتماعيه وكتوقف في شوارع الرباط وكذا، وكنطلبوا بانها تشوفوا من حال. وانتم جالسين كتسمنوا يعني الكونطات ديالكم، كتقريو ولادكم برا، كتهلاو في راسكم، وهاد الناس هادو غيغوتو تيعياو ويموتوا. راه عيب وعار. هذا راه وصمه عار غتبقى على الجبين ديال هاد الفاسدين هادو، لا من الحكومه المغربيه ولا المسؤولين اللي مسؤولين على الشان ديالنا واللي حارمينا من هاد الماده 17 هادي اللي كاينه في القانون 34 97. وقتاش غادي تجيو نتوما وغادي تعطيو لهاد الفئه هادي الحقوق ديالها؟ وقتاش غادي يصحى فيكم الضمير وغتقولوا هاد الناس راه لا اله الا الله راه حنا تكرفصنا عليهم؟ ما يمكنش واحد المتقاعد عسكري في العمر ديالو 74 سنه او في العمر ديالو يعني ديباسا 60 يجي يبقى في شوارع الرباط عنده امراض مزمنه، وتجي واحد الارمله مسكينه كتجري حتى هي ما نعرف منين، خلات ولادها سمحات في راجلها طريح الفراش، جايه مسكينه كتغوت هازه الصاك ديالها ومسلفه المركوب ولا مخلصين عليها عباد الله، وجايه واقفه امام الديوان ديال الاميره الجليله وكطالب بالحقوق ديالها. وعلاش هاد الناس هادو ما قدرتوش ديروا معاهم الحل؟ عطيونا شي جواب مقنع.
قولوا لينا علاش الا كانوا هاد الناس ما قدموا شي حاجه يعني من غير التضحيه لهذا الوطن، قولوها لينا. راه هاد الناس راه وطنيين، راه قدموا شهداء، قدموا ارواح، قدموا اجساد، قدموا الغالي والنفيس للوطن. اللي ما قدرتوش وعززتوا انكم تقدموه نتوما. نتوما ماذا قدمتم ايها السياسيين والبرلمانيين لهاد الناس؟ شنو قدمتوا لهم؟ ما قدمتوا لهم حتى شي حاجه. قدمتوا لهم فقط يعني التهميش والتحقير وعدم يعني التجاوب مع الوقفات الاحتجاجيه ديالهم اللي كتكون دائما امام قبه البرلمان. وهاد الناس واش غتخليهم دائما كيبرمجوا وقفات احتجاجيه؟ واش هاد الناس دائما غتخليهم واقفين هازين لافته لا ليل حقرا كنطلبوا من التفعيل ديال القانون 34 97؟ يعني بكل صراحه حنا كنا درنا واحد اللايف، واحد الرقم ديالنا حنا كنتواصلوا مع الاخوان ديالنا اللي بغى يشارك معنا عبر البث المباشر، نتواصلوا نشوفوا شكون اللي كيتصوني علينا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا لاله، مرحبا. السلام عليكم. مرحبا. واخا بلاتي قبل من نتواصل معاك، انا غادي ندير الهوت بارلور، وغادي رانا دابا داير بث مباشر الا بغيتي تشاركي معايا فيه وتطرحي فيه المشاكل اللي. لا ما تقولي سميتك لا والو. مهم ما تشهري بتا شي واحد، وعطينا المشاكل الاجتماعيه ديالك. ومرحبا انا لاله، مرحبا. انا غادي ندير الهوت بارلور ونتجاوب معاك. السلام عليكم. السلام ولدي، السلام عليكم. مرحبا لاله، انت دابا في بث مباشر في الصفحه ديال صوت قدماء العسكريين والارامل. عطينا الاسم ديالك وعطينا الصفه ديالك، واش انت ارمله ولا يعني الصفه ديالك. المهم انا ارمله ياك. نعم. ارمله. الزوج ديالي كان في الصحراء، دوز مشى في 76. 76. 76 وحتى حنا كنا تما معاه. كنتي متنقله، انت كنتي كتنقلي مع الزوج ديالك يعني ملي كنت كيمشي تما معاه، كنا حنا في الداخل. نعم. كنا معاه، شفنا الميراج، دخلنا حتى حنا شحال 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 دوزنا، جلسنا بلا ما، تجي سيترنا تعطينا الماء، ما عليناش هذاك الشيء، ما عليناش. المهم كي خرجت قعدت دخلنا في حالنا. دابا مسكين توفى هادي دابا نهار 21 شهر 10 يدير عامين. الله يرحمه مسكين. مرض سبعان وكاع معوجين. كان كاع شنو نقول لك، دوز في الصحراء، دوز في الكحله قبل ما نمشيو حنا. المهم 76 هو في العذاب. ملي جينا حنا مرض مات، دابا مات، خلاني كاريه 18,000 ريال، وخلاو لي 20,000 ريال. لا حول ولا قوه. 20,000 ريال كي ندير نعيش بها دابا؟ مول الضغط راني كاريه عنده، قالك دزيتيني 100 درهم، غادي يكمل ديك 100 درهم باش نخلص الماء، باش نخلص الضوء. فين غادي نمشي؟ ما نقدرش نخدم، كبرت، عندي دابا 64 سنة، فين غادي نمشي؟ قول لي فين غادي نمشي؟ المرحوم اختي، شوفي غير باش ما تبكيش بعدا، فهمتيني. الله سبحانه وتعالى راه قادر بينا وقادر، فهمتي، كل واحد ربي راه كيقدر ليه، ربي راه معانا. غير اللي بغيت نوصل لك لا غير اللي بغيت نوصل لك، غير دابا انت دابا السيد كان خدام في الصحراء. خدام في الصحراء، ما كت- ما ومن دوك كتستافديش الأوائل اللي ما كتستافديش من الاعانه اللي كتعطى ماشي نقول الحرام. لك أولدي 25,000 ريال من 3 شهور ل 3 شهور، يلاه بداو يعطيوها لي من 3 شهور ل 3 شهور. 25 كي ندير لا نبقى نتسنى حتى ل 25 3 شهور عاد ناكل الخبز، لا حول ولا قوة. ونتسنى 3 شهور عاد نشري الدواء. كي ندير نتسنى من 3 شهور ل 3 شهور. الوليدات عندك وليدات كبار. ولدت والو، ولدي كبروا في الصحراء في هذيك الاول كاع مين كنا مشينا حنا. انا مشيت للصحراء في ديك 85 منين بدانا. كان ديك الساعه ما كاينش شي قرايه، ما كاينش شي حاجه اللي يخرج دخل البحر، دخل واحد عندي واحد مسكين. دابا هادي 3 سنين ما شفتو، ما عرفتو كاع فين راه. واحد هو معايا مسكين ما بحالوش، ما عندوش
ما ما عمرك كاينش. ما عمرك مشيتي للمؤسسة الحسن الثاني قلتي لهم راه عندي ولدي ما خدامش ولا شي حاجة بغيتو يخدم ولا؟ قلت ولدي، قلت هذا العيد الكبير، قلت لهم بغيت غير الاعانه ديال العيد الكبير. قالوا لي اللي عنده 20,000 ريال ما يستافدش. 20,000 قلت ريال لهم قول لهم 20,000 قلت ريال. لهم راني كاريه وكل شيء. قال لك لا ما يستافدش. اللي بغيت كنطلبوا منهم، نطلبوا من سيدي ربي ومنهم يشوفوا من حالنا شويه. حتى حنا باغيين نعيشوا، حتى حنا باغيين نشوفوا شويه. رجالتنا مساكن هما الولا، هما اللي حروا ديك الصحراء. شوفوا في العذاب الكحد، انا بغيتك العذاب الكحد. انا بغيتك من هذا المباشر هذا لالا اه تعطي واحد النداء توجهيه لهاد المسؤولين هادو اللي هما اللي بكل صراحه هاضمين الحقوق ديال هاد الناس هادو. وبغيناك كذلك توجهي واحد النداء. كنترجاهم ولدي، بغيناك كنترجاهم توجهي يشوفوا كذلك من واحد حالنا. النداء لصاحب الجلاله نصره الله. صاحب الجلالة، صاحب الجلالة، كنقولوا له غير شوف في حالنا. راه كون تشوف في حالنا حنا في العذاب. ما كناكلوش، ما كنعرفوش شنو هي الماكلة، ما عندناش باش نشريو باش نعيشو. ما كاينش، ما كاينش. وين كنهضر بشوية باش ما يسمعني حتى واحد. ما كنرضاش انا براسي نخرج عند شي واحد ونقول له عطيني، ما نرضاش. حنا في واحد الحال، حنا الارمانات راه رجالتنا هما اللي مساكن حروا ديك الصحراء. حتى حنا شفنا معاهم شويه تما، ولكن هما اللي تعذبوا العذاب الشديد. هما الوالا مساكن كان شاغدين ياكلوا غير نشوف ليكوبتر. قال لك كطيح لهم، تجي طيح عندهم الماكله، كطيحهم عند بوليزاريو. داز عليهم العذاب 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 الشديد. حتى هما براسهم ملي كانوا حيين كانوا كيتسنوا في الزياده، كانوا مخليين له 42. دوز 30 عام ديال الصحراء خلالو 42,000 ريال. باش ما تخلاو لي انا 20. كيفاش هاد 20 والكهرية ب 18؟ ها ما عندي كاع، عندي الريسيت، عندي الكونطرا، دابا عندي كل السكن شيء. ما عمركم استفدتوا من السكن العسكري يعني كان باش كان خدام المرحوم؟ ما عمركم استفدتوا من شي سكن يعني كان عاطيها الدوله للمرحوم ولا شي حاجه يعني لا ابدا؟ لا 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 لا. ما عمرك توجهتي للديوان ديال الاميره الجليله وجهتي يعني ماما يا ولدي مشيت حتى البلاصه والو. كان خلاني كي الامانه، بقيت كي الامانه. المؤسسه قلتي لي مشيتي ليها شي نهار مؤسسه؟ مشيت للمؤسسه وهضرت معاهم، عندي النمره تاعهم. قلت لهم ودي ها هما غنوري لكم شحال راني كاريه وهاد شحال كنشد. ما قال لك حنا ما عندنا ما نديروا لك. هادشي هو القانون، حنا ما عندنا ما نديروا لك. شو نديروا لك؟ حنا ما عندنا ما نديروا لك. هادشي اللي خلاوه لك هو هذاك. يعني ما كيتجاوبوش يعني في شي حاجه يعني ما لا كيعاونوش قال لك شي حاجه ما حنا ما غير عندنا داكشي ما اللي ندير. كاين؟ ها يعني تيقول لك حنا كتشدي 1000 درهم كنعطيوك الاعانه ديال 25,000 ريال. هادشي هو اللي كاين عند المؤسسه، شي حاجه اخرى راه ما قال لك كاين. هذيك 25,000 ريال كتجيكم 8,000 ريال في الشهر. قال لك كتجيكم 8,000 ريال في الشهر. بارك عليكم. وكيفاش ديرها؟ ويشوف غير واحد هكا يشوف كيفاش يدير. واش يدير لهاد 25 شهور 3 شهور. انا دابا كنفكر، ما بقيتش كنفكر شنو ناكل. بقيت كنفكر باش نخلص اللون، باش نخلص الضوء. هاني عطاوني الدواء تاع العينين. ما بقيتش باش نشري رميت هذيك الاخرى، رميتها ما نشريهاش. قالت لي 4,000 ريال اختارت العينين. انا ما قديت، ما عنديش باش نشريها. يلا علاش حنا ما منحقناش شويه نعيشوا ونشوفوا حتى حنا قبل ما نموت؟ لا من حقك لا شوفي من حقك العيش الكريم وشي فهمتي ديما حتى حنايا شوفوا غير دابا كاينين بعض شوفوا لنا الفاسدين. شي سكن، يعطيونا ديك الديبلاس ما حتى حنا نشوفوا شنو نديروا بها ولا لولادنا. ولا هاد الولد اللي معايا بعدا كيقطع لي في القلب وما لقيتلوش الحل الخدمه والو. انا من مور ما تكملي غادي ناخذ بيني وبينك غناخذ الاسم ديالك والمدينه ديالك باش يبقى عندي انا مسجل يعني الاسم ديالك وهذا. واخا ولدي، ولكن ما نقولش سميت على المباشر لان لا ما تقولش انا تكملي الكلام ديالك. انا غادي نتواصل معك وتخلي لي السميه وتخلي لي سميتو يعني المدينه وداك الشيء. وان شاء الله يعني غادي نحاولوا اننا نتبعوا معك يعني في اطار توصلي يعني باي حاجه من المؤسسه حسن الثاني، يا اعانه يا شي حاجه يعني من انك تعيشي عيشه يعني من حنا كنحلموا شنو انا بعدا وليت كنحلم غير ما غير شي حاجه حنا في المنطقه. عطيونا ديك الديبلاس ما نشوفو كنديرو واخا نديرو غير نرهنو شي ساكن فين نسكن. ودابا المشكل ما نقدرش انا
صعيب حارب في الصحراء تاعي، علاش ولا مرتو تخرج تخدم على شرفها ما قديناش الصحة ما كايناش. وهي شتي كدوز من قبلها كتصلي وانت كطلب الله والدموع كيسيلو غير تحتهم. والله ياخذ حق في هاد السيدين نبقاو هادو. بلا ما نبقاو بلا ضمور الطالبة ضروري تزيديني 100 درهم، هي بحال ديك 1000 درهم غادي ديها كاملة، شنو يبقى لي؟ يلا شنو يبقى لي؟ يعني بكل صراحه انا اولا كان شنقول لك، كنستغرب انا من هذه المؤسسه هذه اللي معطيها واش صاحب المؤسسة الجلاله. ديال الحسن الثاني؟ مؤسسه حسن الثاني كنستغرب بان معطيها واحد الظهير شريف خصها تطبقوا مع هذه الفئه هذه ومع الابناء ديال هذه الفئه هذه والعوائل ديال هذه الفئه هذه، ولكن ما كتقدرش تقدم يعني تشوف الحاله الاجتماعيه بحال دابا هذه الحاله الاجتماعيه ديال هذه السيده اللي عندها 18000 ريال في الشهر، اللي يعني عندي دايره كاع كرا. الوثائق عاد شحال كارية، عندي كونطرا كلشي عندي حتى حاجة، كاع سيدي يقولوا هاد السيدة راه تكذب، ها هو كلشي عندي. علاش زعما بهذه المؤسسه يعني ما تشوفش هاد المراه هذه؟ وراه كاينين دابا سكن اقتصادي يعني مكلفه به الله يليم، يعني تحاول تشوف هاد الناس هادو هما اللي المعوزين. يا ولدي كون عندنا غير السكن هذيك 20000 ريال تقاتل لنا وياها نكمل بها الشهر، واش عندنا غير السكن. وصاحب الجلاله مؤخرا عطى الابناء الشهداء ديال الوطن، عطى عطر الشهر والله يحفظه والله ينصره والله يشافيه. شوفي غير باش نوصل لك بعدا بان صاحب الجلاله الله ينصرو مؤخرا عطى امين يا ربي. الارامل الشهداء عطاهم يعني بانهم يستافدوا من اراضي ويستافدوا كذلك احنا ربطك انت هما، شوف قلت لك حنا والله الا هذوك اللي حرموا بغينا الصحراء بالله. حنا بغينا هاد الناس اللي هما ارامل ديال الناس اللي شاركوا في الحرب ديال الصحراء المغربيه واللي عندهم رواتب هزيله، كذلك كنجدوا صاحب الجلاله انه يعطيهم يعني شي سكن ولا يعطيهم شي اراضي، لانهم يعني كيعيشوا الفقر والتهميش يعني كما سمعنا. يعطينا باش نعيشو ولا ربي يطول لنا في العمر غادي نبقاو هكا وما نلقاوش باش نشريو الدواء، حتى يزيدونا شويه علاش 20000 ريال واش 20000 ريال غادي يقد يعيش بها شي واحد في هذا الوقت؟ فعلا ما كنتش. كون غير ما عنديش الكرا، ما عنديش الكرا معليش، ودابا 18 كنعطيها الكرا دابا تيقول لك تزيد 100 درهم، ايوا كيفاش غادي ندير العرا شي خطرات كنبقى نفكر حتى كنحس راسي ما نعس نطيق الحال الصباح. لا حول راه ولا ماشي غير انا راه كاع قوة. راه ماشي. الحيوانات هكاك، انا حتى شوف ساكنة راه ما شوف الشريف، انا راه حاس بهذه المعاناه ديال الارامل، لانني وقفت مؤخرا معهم امام الديوان الملكي يعني وشفت المعاناه ديالهم، وكنعرفوا المعاناه ديال الارمله يعني لا مع المعيشه ولا مع بزاف، يعني بكل صراحه هادشي ما كنبغيوش لهاد الفئه هذه ولا العوائل ديالهم، وحنا كنوجهوا النداء ديالنا لصاحب الجلاله الله ينصرو علينا، الله وهاد يهديهم المسؤولين. علينا، الله يهديهم علينا ويشوفوا من حالنا، زعما اش غنقول لك، انا احنا كنقطعوا في القلب. انا غناخذ الاسم ديالك، انا غادي ماشي على المباشر. لا انا غادي ناخذ الاسم ديالك، عطيني دابا الاسم ديالك والمدينه لالا غيبقى مدون عندي ومازال نتواصلوا معاك ان شاء الله. واخ مع السلامه. يعني بكل صراحه يعني يعجز اللسان عن التعبير، يعني كما سمعتوا يعني في هذا المباشر هذا، يعني كنشكروا اولا على الجرأه ديال هذه الارمله ديال محارب سابق اللي كما صرحت لنا يعني شارك يعني في 76 هو داخل الصحراء المغربيه وكيدافع على الوطن ديالو، في اخر المطاف كتجازى الارمله ديالو والابناء ديالو يعني ب1000 درهم، يعني كتبقى لها في التقاعد ديالها، بعد ما كنشوفوا برلمانيين وسياسيين عندهم من 3 المليون فما فوق عايشين الرفاهيه وعايشين هما وليداتهم والازواج ديالهم، يعني 1000 درهم هو كيعطيها غير المدام ديالو، لا بغات تمشي تسخر شي واحد كيقول لها كيعطي لهذا اللي تسخر لك، راه ماشي حشومه، شي راه ما غاديش نسمحوا به وغادي ندو به وغنسنكروه وغادي نقولوا لهاد المسؤولين اتقوا الله في هاد الشريحه هذه وفي الارامل ديال هاد الفئه هذه، لان هناك شهداء راهم في القبور عند الله عز وجل، وراه غدا امام الله هادوك الشهداء غادي يوقفوا لكم في الطريق، لانكم كتساهموا في التحقير ديال الارامل ديالهم والابناء ديالهم، وكتضرفوا الدموع ديال الارامل اللي كانوا الرجال ديالهم يعني صناديد في تخوم الصحراء وكانوا واقفين يعني من اجل ان ينعم الوطن بالسلم والسلام، وهما اللي بناو الجدار الامني وهما اللي ساهموا في بناء قبه البرلمان
اللي راك فيها دابا انت ايها السياسي وايها البرلماني كتبجح علينا وكتخرج بمرسيدس وبي ام في شوارع الرباط وكتقول انا اللي كاين. راه هاد الناس هما اللي قدموا الصدور ديالهم للوطن. وهاد الارامل هادو هاد الارمله هادي انا اولا كنشكرها على الجرأه ديالها، لانها هضرات وعبرات على المشاكل وهاد المعاناه اللي كتعيشها هاد الارمله. كيعيشوها عدد كبير ديال القدماء ديال الارامل ديال القدماء العسكريين. وهنا كنشوفوا عيب وعار على ان المؤسسه الحسن الثاني انها توجه لها ارمله كتشد 1000 درهم وتجاوبها بانها كتشد 1000 درهم. داخل عليكم بالله نتوما نعطيكم هاد 1000 درهم، نعطيكم هاد 1000 درهم ونقولوا لكم سيروا عيدوا بها ونقولوا لكم كريوا بها ونقولوا لكم عطيو منها الدراري. كي غديروا؟ راه ماشي جواب هذا المؤسسه. حاولوا تبدلوا، قولوا غادي نشوفوا شي حل، حنا غادي نشوفوا شي حل غادي نديروه. عطيو شي حاجه اللي ماشي تقول انا عندك 1000 درهم. كيفاش عندك 1000 درهم؟ عندك 1000 درهم سيري موتي ولا انتحري ولا دبري راسك. راه هي هذه. راه هنا غياب يعني المعاينه الحقيقيه للوضعيه الاجتماعيه ديال هذه الفئه هذه كتبقى غايبه على بعض المسؤولين الفاسدين اللي كيضربوا وكينهبوا في ثروات هذا الوطن وكينهبوا في ثروات هذه الفئه هذه. راه عيب وعار تشوفوا واحد الارمله يعني كتبكي في واحد البث مباشر يعني وكتقول بانني كنشد 1000 درهم. راه ما دايره دابا هاد السيده هادي راه وصل السيل والزوبه ليها. يعني كيفاش هي دابا راه عايشه في واحد عندها واحد التفكير والدماغ ديالها مسكينه حابس. كيفاش حابس؟ لانها كتخلص 18 ريال لكرا. عندها واحد الدري ما عرفاش مسكين طج صافي زاد بحالات وما بقاش تحمل ديك الوضعيه. غير يزيد عليهم تا هو المصاريف مشى مع مسكين تا هو فين ارشدها. عندها وليد جالس معاها ولا هذا كتدبر ليه على القوت اليومي ديالو. مول الدار تيدق، مول الضو كيدق، المعيشه غاليه، اخنوش ما كاين غير زيد 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 على البشر. وزيد العباد الله في المعاشات، زيد الارامل اللي هما طايحين دابا هي تعانيوا في صمت. كتجي كتقول لنا في قبه البرلمان العنايه بالمراه المغربيه. فين هي العنايه يا وليدي؟ فين هي العنايه بهذه الارمله هذه؟ فين هي؟ باش عنيتي بها؟ باش بالهضره؟ راه ما كاين والو غير الهضره. العنايه بالمراه، فين هي العنايه بالمراه المغربيه؟ ها هي ماشي غير ارمله مغربيه، ماشي مراه مغربيه، راه مراه مغربيه وارمله شهيد الوطن ديالنا. شنو درتي معاها انت كرئيس الحكومه؟ شنو قدمتي ليها انت كرئيس الحكومه يعني باش تنصف في الحاله الاجتماعيه ديالها؟ المؤسسه ديال الحسن الثاني كتعامل مع هذه الفئه هذه بحال اللي ما فهمتيني. ما دبروا راسكم ولا جا عندكم هذه الفئه ديال الارامل وهاد خذوا بيديهم الله يجازيكم بخير. ماشي راه كتشدي 1000 درهم على الاقل ما تقولوش هاد الهضره هادي. على الاقل راه تنشوفوا لك ان شاء الله في الاستفاده مره جايه ولا باش تقطعوا لي يا عباد الله بحال هكا وتضربوا مساكن يعني في الضمير ديالهم وتضربوا كلشي نتوما الميزانيات ديالهم ولا كذا. في اخر المطاف يبقاو هاد الفئه هادو ضايعين وتيانيو في صمت. راه هاد الصوت اللي سمعتو ديال هاد الارمله هادي راه عدد كبير ديال الارامل ديال القدماء العسكريين والقدماء العسكريين بنفسهم اللي ما بقاوش قادرين انهم يصبروا على هاد الناس اللي كتلاعب بالحقوق ديالهم، وهاد الناس اللي عايشه في الريع يعني في ظل يعني السكوت يعني الخبيث للحكومات المغربيه لا السابقه ولا الحاليه، وفي السكوت كذلك ديال المسؤولين في مؤسسه حسن الثاني اللي ضاربه بعرض الحائط هذا القانون ديال 34 97 واللي كنوجهوا نداء صاحب الجلاله الله ينصرو وتنقولوا ليه بان مؤسسه حسن الثاني راه القانون ديال 34 97 راه ما كتطبقش منه بعض المواد، منه الماده 17 اللي كتعطي في احصاء هذه الفئه هذه من قدماء العسكريين وقدماء المحاربين اللي باغيين يزاولوا انشطه ومهن مستقله باش يحاولوا يتعاونوا على المعيشه ديالهم. علاش نتوما ما تدخلوا بحال دابا هاد الارمله هذه عندها الصفه الزوجيه ما كاينش؟ علاش ما نشدوش هاد الولد ديالها ونحاولوا نديروا ليه شي نشاط؟ ياك هادشي كاين في المبادره الوطنيه، كاين في المبادره ما كيستافدوش منه هاد الناس في المبادره الوطنيه، ولكن بحال المبادره الوطنيه راه هي داخله في القانون 34 97 يعني يكون كامل الصلاحيات بانشاء تا مراكز ديال المهن والتكوين لهاد الفئه هذه. ميزانيات كتعطاكم كمؤسسه حسن الثاني بانكم تنشئوا لينا يعني مراكز ديال التكوين والتاهيل لهاد الفئه هذه باش الناس ولكن نتوما ما باغيينش ديروا هاد الحل. يعني دابا راه مشيتو تصيفوا مع راسكم في شهر 9 دابا كل واحد فين شاده ومريح مع راسو يعني كيسمن يعني المعاش ديالو، لان الناس اللي خدامين دابا راه ولا المعاش ديالهم صافا مزيان. الا كان غيخرج بنادم راه على الاقل القليل فيكم ما يخرج بواحد 7000 درهم ولا 6000 درهم. تنهضروا على ضباط الصف والرقيب
هذا هادشي باش يخرجوا ما نديباسيوش الاخرين خلاص هذوك راه الله يبارك. ولكن كنشوفوا واحد الفئه قدمت الغالي والنفيس من 2010 رجع اللور، راه الناس ضايعه في المعاش ديالها. وقتاش غادي تفكروا ايها المسؤولين هاد الناس هادو؟ وقتاش غادي تفكروا هاد الفئه هادي؟ وقتاش غادي تعملوا يعني بتطبيق القانون 34 97 وتقوم يعني الحكومه المغربيه بالدور ديالها باش تنصف هاد الفئه هادي في القانون 013 71 اللي كيجمد المعاشات العسكريه؟ ولا غادي يبقى وصمه عار على الحكومه لا السابقه ولا الحاليه ولا حتى هذه اللي غادي تجي الا ما طبقاتش يعني ما هزاتش يديها على التجميد ورفعات التجميد على المعاشات العسكريه، راه غتبقى وصمه عار عليها. حنا كنوجهوا رسالتنا لصاحب الجلاله الله يحفظوا لينا والله ينصروا لينا. وغنعاود نكرر لكم مره ثانيه ما تبقاوش توجهونا لصاحب الجلاله ولا القصر الملكي في الوقفات الاحتجاجيه ديالنا، لاننا عندنا يقين بان صاحب الجلاله عطى الصلاحيه لجميع المؤسسات بانها تقوم بالدور ديالها بجديه. وفي الخطاب ديال العرش الاخير راه اكد لنا صاحب الجلاله بان خص هاد المسؤولين وهاد الناس يقوموا بالعمل ديالهم بجديه. ما هي الجديه؟ الجديه هي التفعيل ديال القوانين، الجديه هي تطبيق القانون 34 97 بالحذافير ديالو، التطبيق ديال الماده 17. هادشي راه ما غاديش نسكتوا عليه، هادشي ما غاديش يخلينا نرجعوا اللور، لاننا عطينا العهد لنفسنا لاننا وحدين من هذه الفئه هذه وكحقوقيين وكناس خدمنا في صفوف القوات المسلحه الملكيه وكذلك كنسالوا حقوق ما توصلناش بها. غادي نبقاو دائما كنوصلوا الصوت ديال هذه الفئه هذه ونبقاو دائما اوفياء للشعار ديالنا اولا اللي هو الله والوطن والملك، واوفياء للملف المطلبي ديالنا اللي كنجدوا به الدوله يعني منذ زمان. هاد المسؤولين اللي واقفين دابا في قبه البرلمان واللي كيجيو كيشوفوا هاد الفئه هادي يعني خارج شوارع الرباط وكيبقاو يعني يطالوا من النوافذ ديال القبه ديال البرلمان وتيقولوا شكون هادوك؟ هادوك قدماء العسكريين، هادوك هما اللي قدموا الارواح ديالهم والاجساد ديالهم باش تكون انت كاين في ديك القبه، هما اللي ساهموا في البناء ديال ديك القبه لانهم كانوا حافظين السلم والسلام في الصحراء المغربيه. ما تيخليوش هاد الناس هادو شي واحد يفوت الحزام الامني باش تبقى انت كتبني في امان مع راسك ودير القبه ديالك وتشرع فيها، وفي اخر المطاف جيت تجمد ليه المعاش ديالو بعد ما كان هو واقف في الصحراء كيدافع عليك، جيتي انت وليتي ضدو باش تضرب الميزانيات في الجيب ديالك وتركب احسن السيارات. حنا الا جينا غير دوك السيارات اللي كنعطيو لهاد البرلمانيين وهاد الوزراء اللي كيتبجحوا علينا بهم كون حيدناهم وعطيناهم غير داسيه دابا اللي كاينين المعامل ديالها في طنجه وكاينين في عين عوده وكاينين كذا وركبوا عليهم هاد الناس غادي نكونوا وفرنا واحد العدد كبير ديال المال عطيناه لهاد الفئه هادي. راه ما يمكنش تقولوا لنا ما كاينش الصناديق، المغرب الحمد لله فيه جميع الخيرات. ومؤخرا راه بدينا كنسمعوا يعني بزاف ديال التنقيبات على بزاف ديال الامور اللي تلقات في الباطن ديال الارض ديالنا وفي المملكه المغربيه ديالنا، ناهيك على الفوسفات، ناهيك على الصيد البحري، ناهيك على الثروات ديالنا اللي كاينه في البلاد ديالنا. اخر المطاف تجيو تعطيونا المبرر ديال ان راه ما كاينينش الميزانيات وخصنا التقشف. حنا مؤخرا كنشوفوا يعني سياسيين جايين غير من الحج دابا يا ما عرفتش شحال من ناقه جابوا لهم تعبيرا، فينا هما كتقولوا لنا ما كاين والو؟ ما كاين الحمد لله كل الخير في هذه البلاد، ولكن ما كاينش الجديه كما قال صاحب الجلاله، ما كاينينش المصداقيه كما ذكر صاحب الجلاله اللي كاينين مسؤولين يعني كما نتوما السبب باش مرضتوا صاحب الجلاله. باش نوجه له واحد الخطاب بعد لهاد المسؤولين الفاسدين، راه نتوما السبب رقم واحد اللي مرضتوا لنا سيدنا الله ينصرو، لانكم كتساهموا في ماذا؟ كتساهموا يعني في المشاكل الاجتماعيه وفي التفقير والتحقير ديال الشعب ككل وفي التحقير ديال هذه الفئه هذه. كون كنتو كتقوموا بالعمل ديالكم كما عطاكم صاحب الجلاله بالحذافير ديالو ما غاديش يعني نوصلوا لهاد المشاكل هذه، وما غاديش نلقاو يعني شي نهار تنقولوا بان الملك ديالنا راه عيان الله يشافيه ولا شي حاجه. لكم نتوما السبب، نتوما اللي مرضتوا البلاد ومرضتوا الملك ديالو، الدعوه بكم الله سبحانه وتعالى. وحنا راه غنبقاو هنا مستمرين وكندوا بالفساد ديالكم وبالمشاكل اللي كتعاني منها هذه الفئه هذه، لاننا تايقين سيدنا الله ينصرو وعارفين بان سيدنا عطى جميع الصلاحيات لا للمؤسس حسن الثاني ولا لاداره الدفاع الوطني ولا للمؤسسات التشريعيه باش يقوموا بالواجب ديالهم مع هذه الفئه هذه. ولكن باش نجيو نشوفوكم نتوما كاينين في مركز القرار وكتحايلوا علينا يعني بالقوانين وبالسيلو بالورقه كتسرقونا، راه ما غاديش نسكتوا في هذا الشيء وغادي نبقاو كنوجهوا النداء ديالنا لجميع الضمائر الحيه من المسؤولين النازحين في هذا الوطن هذا باش توصل الكلمه ديالهم. وكنطلب كذلك من الصحافه الوطنيه وكنطلب من المؤثرين للصحفيين
اللي عندنا في هذا الوطن اللي كنعزوهم وكنفتخروا بهم، يعني انهم يسلطوا الضوء على هذا الملف ديال القدماء العسكريين ويتعاونوا مع هذه الفئه هذه ويوصلوا الكلمه ديالها، لان هاد الناس كما كنقول لكم دائما بانهم راه قدموا خدمات جليله للوطن، ولكن الوطن ديالهم ما اعترفش لهم. يعني لان هاد المسؤولين اللي كاينين في مركز القرار الفاسدين، ما كاينين مسؤولين نازحين في البلاد ديالنا واللي كنحترموهم وكنعزوهم وكنقدروهم، ولكن هاد المسؤولين الفاسدين اللي كيتلاعبوا بالحقوق ديال هاد الفئه هذه، راه حنا ما غاديش نسكتوا. وهاد الفئه راه كتنظم وقفات احتجاجيه وكتبرمج وقفات احتجاجيه في شوارع الرباط، وغتبقى توقف على الحق ديالها. وهذا الشيء كامل اللي كدير فيه هذه الفئه في الوقفات وكيهزوا وكيعرضوا الفيديوهات عبر الفيسبوك وكيوجهوا نداء ديال راه وصمه عار عليكم انتم ايها المسؤولين، راه عليكم انتم ايها المسؤولين اللي كاينين في القرار ديالهم، واللي عاطيكم يعني صاحب الجلاله كامل الصلاحيه باش تقوموا بالواجب. شنو غتخسر؟ واش انت عندك قانون 34 97 انت كمدير المؤسسه الحسن الثاني طبق معنا الماده 17، طبق لنا المواد ديالنا. نرجع اخويا اللور، ما غاديش نجيو نوقفوا قدامك. مؤسسه تشريعيه تقوم بالواجب ديالها. الو، وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك سيدي. مرحبا سيدي، باش تدوز معنا في البث المباشر؟ واخا سيدي انا تفضل سيدي، راك عبر البث المباشر، راك مباشره دابا في صوت قدماء المحاربين. تفضل. في الفيديو. في البث المباشر دابا يتكلم، عطينا الاسم ديالك وعطينا الصفه ديالك وعطينا المشكل ولا المعاناه اللي كتعاني. اخويا اش غادي نقول لك، انا راه كنعاني من 97. الاسم انا ديالك، ضربني عطينا ثابت. الاسم ديالك عطينا الاسم ديالك بعد، الله يجازيك بخير. محمد اين مدينه انت؟ من تطوان. من تطوان. انت متقاعد عسكري ولا لا دركي سابق. دركي سابق؟ تفضل. متقاعد اخويا دركي؟ نعم. متقاعد من الدرك الملكي؟ لا ماشي متقاعد، لا لا، خرجت في واحد القضية. واحد القضية ما فيها، ما عندها لا راس لا رجلي. تكلم عطينا شنو المشكل، كيفاش؟ مرحبا. كنت سيدي خدام في بوعرفة، جيت بالطوموبيل ديالي في الطريق، وطاح علينا واحد النصاب، وداك النصاب سيدي من جرادة، و دينا ليه الطوموبيل وداك الشيء. ملي صوبها خلصنا ليه، قال لك سيدي لا، خصو نزيدو ليه الفلوس، وقلنا ليه ودي دابا راه. شوف شريف، غير باختصار عطينا سميتو شنو كاين باختصار. اختصار وهو انني مظلوم. الظلم عندنا، كاين الناس اللي كيفاش راه ما بقاش في الهضره، بقات في الحلول لهذا المجتمع، المجتمع المغربي. خصنا الحلول دوك الناس اللي هذه ما كاينش من غادي ما كاينش اش غادي تقصد. راه دائما عندي الليبري ديالي، عندي كلشي ديالي دابا الشرطه القضائيه، ولكن الناس مظلومين. كاين الظلم كي غادي دير من غادي. دابا انت بحال اللي يعني دابا وقع لك مشكل بانك يعني كان شي واحد نصب عليك في شي حاجه ولا وقع، فهمتي؟ اشرح لي باش نعرف بالضبط في كاين. السيده سيدي نصب عليا علاقاش عنده واحد لاكارت ديال الشرفاء العذارسه مزوره، ولكن هذا الشيء ما تعرف حتى لي. عندي الوثائق ديالي، عندي كلشي ديالي. حنا كنقولوا الله الوطن الملك، الله ينصر سيدنا. وهذاك السيد خافوا منه. تخيل دابا واحد السيد ضابط، كولونيل، خاف من واحد الانسان نصاب. كيما دير؟ ولكن كانت ديك الفتره ولكن دابا اللي بغينا نعرفوا، دابا انت شنو وقع لك من طرف، شنو واش جراو عليك في طرف شي مشكل وقع لك مع هذا النصاب ولا وقع لي مشكل معاه. كيفاش بحال هذا المشكل؟ شنو دار لك؟ مشكل مع صوب لي الطوموبيل، قال لهم لا ما عطانيش، ما خلصنيش.
دابا هو دابا كيدير ميكانيك ولا طولي ولا كيفاش؟ لا نصاب وصافي، راه نصب على الناس ومعروف تما كيفاش هو الجرده. جا عند المسؤولين ديالك ولا دار بك شكايه ولا كيفاش؟ هي جا عند المسؤولين قال لهم اودي غير ما تفكوا معايا المشكل ولا غادي نمشي ولا قالوا لي راه درنا محضر وداك الشيء تسنى. قال دابا لهم لا، ديروا لي قضيه، ديروا لي حلوا معايا المشكل ولا غادي نمشي للقصر الملكي. قالوا لي شنو عندك تما؟ قال لهم انا راه الشرفاء الادارسه ملي شدوا ديك لاكارت ديالو وداك الشيء لقاو كلشي مزور، وهذاك اللي عطاه لي من كازا. وانت شنو داروا لك في الليفري ديالك؟ شنو داروا لك في الليفري اشنو ديالك؟ داروا لي الدي جي لا ليكيب لي جينيرال. ولكن ما ذكروا لك المشكل علاش داروا لك هذا الدوسي دي سيكوريتي؟ لا ما داروا حتى شي حاجه. المهم انا شوف، انا راه داكشي انا راه داكشي اللي درت انايا راه ما داروا حتى شي واحد في العالم. انا راه تعرضت الموكب الملكي في السي طيبي، وسيدنا الله ينصرو ضربوني بعام ديال الحبس. ولكن ما الموكب ماشي يكون رسمي ديال صاحب الجلاله، راه ما خصكش تعرض ليه، راه القانون واضح في هذه النقاط هذه. ماشي كل موكب يعني رسمي وخارج صاحب الجلاله به، راه ما خصكش تعرض كتولي هنا في القانون. راه كيقول كيقول لك لا يحمي المغفلين. الا تعرضت للموكب هو غادي يعني بواحد الطريقه رسميه ولا شي حاجه، راه القانون راه باين في هذه النقاط. يمكن واخا ليك يا الاخ يمكن اسمح لي ليك على هذه القضيه ديال القانون لا يحمي المغفلين. اذا ما كيحميش المغفلين اش كيحمي؟ راه لا يعذر احد لجهله للقانون. ماشي لا يحمي المغفلين، كلنا مغفلين. راه نصبوا على الناس الدرجات العليا. لا غير بلاتي، غير باش ما تعرضش راسك. انت قلتي لي انا ضربت بعام يعني عام لانك مشيتي تعرضتي للموكب. انا غير تنوصل دابا من خلالك انت كنوجهوا الناس اللي كيتابعونا واللي كيشوفونا باش ما يطيحوش في الغلط اللي طحتي فيه انت. حنا من قلنا لك بان الموكب الملكي راه ما عندكش الحق انك تمشي تتعرض ليه ملي تيكون موكب رسمي. موكب رسمي كاين شي زياره ديال شي رئيس دوله ولا شي حاجه، ولا موكب رسمي ديال صاحب جلاله غيمشي يدشن لينا شي بلاصه في شي بلاصه وجاي الموكب ديالو وغنخرج انا تنجري باش غنتعرض لك. انك تعرض السلامه ديال بحال كيحسبوني تعرض السلامه ديال الموكب للخطر. اذا فعلا، ولكن ملي كتوصل فيك العظم ما كتلقى هي انا حاس. يجاوبك. شوف علاش انا هاد ماشي الناس دابا ضدك. كيحرقوا؟ شوف علاش دابا الشباب انا ديالنا ماشي ضدك الشيء. شوف كيحرق؟ انا ماشي راه ضدك. خصو يموت، راه اما يموت اما يوصل انا ماشي ضدك. انا معاك. بالامان. انا غير كنوضح لك. انا معاك. انا عارف. انا شوف غير كنوضح لك باش الناس اللي كيتفرجوا فينا واللي كيسمعوا ما يطيحوش في هذا الغلط. لان كيقول الواحد شوف انا ما لا كنشجع حتى حيت واحد. بلاتي، حيت دابا انت لا كنتي جاهل لهاد النقاط هادو غادي يطبقوا عليك هادوك الناس اللي هما ناس ضدك واللي باغيينك انت، هما غيطبقوا عليك المسطره باش يديروك في السجن، باش ما يخليكش توصل. راك عارف الا وصلتي انت راه كلامك على حق، انت مظلوم، انت ضايع. ولكن باش غادي يقدروا هما يشدوك انت ويحطوك بلاصه اخرى باش ما توصل الصوت ديالك، راه غادي يديروك هاد الطريقه هادي. فهمتيني؟ لا شوف سيدنا الله ينصرو راه مشى للقنيطره وهضر معاهم وقال لهم داك السيد ما يتمش. وداك السيد اللي شدني قال لي يا ودي جبتي لي المشكل في السيكتور ديالي. قلت له لا سيدنا الله ينصرو كلنا المغاربه كنسالوا فيه نقطه دم الواحد. المهم انا ما دخلتش لا للحبس لا والو. الحمد لله. ربي سبحانه وتعالى راه الا جيت نعاود لك انا القصص ما غادي داكشي اللي دوزت انايا. المهم باختصار الله يجازيك بخير ويطولنا عمرك. باختصار دابا الرساله ديالك اللي بغيتي توصل لينا ولا يعني المغزى من هذه المكالمه اللي بغيتي توصل لنا عطينا باش نعرفوا كاملين. حنا دابا عبر هذا البث المباشر راه كيسمعوك جميع المواطنين ديال القدماء العسكريين والمواطنين والشعب كامل راه كيتفرج فيك في هذا البث المباشر. اخويا انا اللي بغيت نوصل ليه هو خصني الحق ديالي، الحقوق ديال ولادي. علاقاش انا ضايع من 97 وانا مهمش وانا مقصي وانا في حاله يرثى لها وعندي واحد الدوسي ميديكال ما دوزولياش الدوسي ميديكال ديالي. كنت مهرس وعندي الوراق ديالي وعندي كلشي ديالي. وقتاش انت ما بقيتيش يعني؟ انا من 97 لو 14 3 97. من 97 وانت كتجري وكتطلع هي 2023 ومازال نعم ومازال دابا كتقول انا كتبقى مستمر بالمطالبه بالحق ديالك. فغادي نستمر حتى نموت. انا ما بقى لي دابا صافي. دابا انا عندي 64 سنه في
شي وانا شيفور واش بقى وصافي وصلت النهايه. نتمناو من الله سبحانه وتعالى يعني تنصفوا هذه الفئه هذه وتنصف حتى انت كذلك، لان اصحاب الدي جي كاينه شريحه عريضه ديال هذه الفئه هذه اللي حنا كنعرفوهم وشفناهم في الوقفات الاحتجاجيه. كاينين بعض الناس اللي ما عندهمش، خلينا من الناس اللي هزوا السلاحات واللي تيراو في عباد الله واللي خانوا الوطن واللي كنهضروا على واحد الفئه اللي لقاو عندهم غابه كياد الكارو قالوا له راه كتبيع الكونتربون تسرحوه، ما بغاش يتسخر الكونون يصيفطوه بحال هذا شي واحد لا عليه شي باطل داروا ليه الله يعاون. هاد الناس هادو راه واخا هما كيتعتبروا من اصحاب الدي جي، ولكن راه ماشي خصنا تتعامل معاهم المؤسسه بانهم راه قتاله ولا كيبيعوا الحشيش تعاود يعني تشوف من الحاله الماديه والاجتماعيه ديالهم، خصوصا هاد الناس كبار بحال الحاله ديال هاد السيد هذا اللي كنشوفوا دابا حنايا. انا السيد راجل كبير طاعن في السن من 97 هو كيراسل وكيطلب في الحقوق ديالو وتعرض لدرجه تعرض للموكب ملكي وما توصلش بالحق ديالو. يعني انا اخويا راه كيديروا لك الدي جي اكسبري اكسبري. كاين هذا القانون، راه القانون لا يطبق. وحنا كنشوفوا دابا، انا كنقول هذا الشيء هذا على اللي جاي وما حنا مشينا الله يرحمنا، ولكن شنو خلينا للاجيال القديمه. هذا هو اللي كيبقى فيك وهو كتشوف الناس. هاد الدي جي هادي شنو هو ديسيبلين جينيرال؟ راه كيديروها الانسان اللي عنده اللي قاتل ولا اللي عنده الحشيش ولا اللي خائن الوطن ديالو ولا والامثله كثيره. وراه حنا عايشين وربي سبحانه وتعالى احنا كنطلبوا الحقوق ديالنا الى ان يرث الله الارض ومن عليها. والله لا الموت احسن افضل من هذا العيش الخبيث. العيش اللي خدمتي 17 عام وانت خدام بالايمان ديالك وبالقوه ديالك وبالقرايه ديالك واللغه ديالك وكل شيء ديالك، وتلاح الزنقه. شنو هي الزنقه؟ الزنقه ما كيتلاح ليها حتى الكلب في الدول العظمى ما كيتلاحش الزنقه. ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله والله ينصر سيدنا. وهذا الشيء اللي غادي نقول لك اخويا، راه هذا الشيء هذا كيألم كيأثر في الانسان. والصراحه الله يعني بكل صراحه حنا راه كنتاثروا حنا وقت ما كنسمعوا يعني هاد المشاكل الاجتماعيه ديال هاد الفئه هادي. اولا كنشكرك بعدا انا على صاحبي راه بغيت راه دابا لقيت النمره ديالك وهضرت معاك. وما داك الشيء اللي عندي انا راه نقدر نقدر نقتل المجتمع، ولكن شكون اللي تنطلق؟ ما كاينش اللي تنطلق. فعلا حسبي الله ونعم الوكيل. كنشكروك على المكالمه ديالك اسيدي، وكنعتزوا بها وكنفتخروا بها، وكنعتزوا كذلك بجميع قدماء العسكريين والدركيين والقوات المساعده يعني وكاع هاد الفئه هذه اللي قدمت الغالي والنفيس لهذا الوطن. شكرا اسيدي، شكرا. شكرا خويا. شكرا. كاينين مظلومين دابا الظلم. علاش الظلم؟ علاش؟ يمكن لك تمرر واحد الكلمه باختصار باش نقطعوا هاد المكالمه بيننا وبينك، شي رساله او نداء. خويا اش غادي نقول لك؟ الله ينصر سيدنا والله يخليه لينا، والله ينصر الناس اللي كيخدموا في الخفاء والجنود مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله. والله يعز دوك الناس اللي خدامين في خفاء، والناس الوطنيين اللي كيحبوا الخير لهذا الوطن. راه الوطن بحال الام، اللي خل الوطن ديالو بحال الا خل الام ديالو. وهذا الشيء اللي عندي ما نقول. وجزاك الله خيرا. شكرا. وساعتكم سعيده. شكرا سيدي، تبارك الله عليك. كنشكروك وكنحيو من خلالك جميع الدركيين المتقاعدين وجميع القدماء العسكريين والقوات المساعده. يعني هاد الناس اللي قدموا خدمات جليله للوطن. يعني اليوم كنشوفوهم كما شفتوا. حنا ملي كنقولوا هاد الفئه راه مهمشه راه ما تنقولوهاش من راسنا، راه تنقولوها لكم. هما الاصوات ديالهم، هما المشاكل الاجتماعيه ديالهم. يعني هاد الناس راه لا ما قدرتوش يعني تحلوا الملفات ديالهم راه غادي يبقاو وصمه عار عليكم وغيبقاو تابعينكم حتى الغدا امام الله عز وجل. المسؤولين اتونسيون، هي المسؤولين المسؤولين اللي دابا خدامين كتضربوا لهاد الناس في الميزانيات ديالهم وكتسلبوا ليهم يعني الحقوق ديالهم، وعايشين مع راسكم بهم وناعسين ومرتاحين مع راسكم. راه غيجي واحد النهار راه هاد الفئه اقسم لكم بالله لا غتوقف لكم غدا امام الله عز وجل، غتحيد لكم حقها واحد بواحد. كنتمنى من هاد المسؤولين يعاودوا يراجعوا الضمير ديالهم ويعاودوا يراجعوا الاوراق ديالهم
ويعطيو لهاد الفئه المنسيه المحقوره المهمشه من طرفكم نتوما. راه ملي كنقولوا شي واحد راه مهمش وراه متفقر، راه من السبب ديالو راه كاين مسؤول فاسد اللي واكل ليه الحقوق ديالو. راه هاد ديبلاسمون وهاد الناس اللي سرحتوهم يعني بالدي جي اللي خرجوا يعني بالتقارير، يعني ما فيها لا قتل لا حشيش لا ضرب لا جرح لا حتى شي حاجه. عطيتوه مسكين الدي جي لسقتوه عليه بحال الدركي هذا يعني، وخرجتوه مسكين حرمتوه. يعني كان السيد غادي في واحد الاتجاه، رديتوه غادي لاتجاه اخر. وعدد كبير ديال هاد الفئه هادي راه حنا عارفينها وشفناها وراه كتعاني في صمت. نرجعوا للموضوع ديالنا مره ثانيه ونعاودوا ناكدوا للحكومه المغربيه ونقولوا ليها راه والله ما درتي الحل مع هاد الفئه هادي. راه دائما امام قبه البرلمان واقفه كتندد كتطلب الحقوق ديالها، ما غاديش ترجع للور. ما حدكم كديروا الميزانيات وكتقسموها غا بعضياتكم في ديك القبه وكتخرجوا اللي بغيتو وتديروا اللي بغيتو، راه هاد الناس راه غيجيو يوقفوا تما. ما حد هاد الناس ما عندهاش التمثيليه ديالها داخل قبه البرلمان، يعني في مجلس المستشارين اللي غتهضر عليها كباقي النقابات وكباقي كذا. راه هاد الفئه راه غادي تبقى وغادي تهضر وغادي تطلب الحقوق ديالها. راه ما يمكنش انكم نتوما كبرلمانيين وكسياسيين تسمنوا المعاشات المدنيه ديالكم والمعاشات ديال التقاعد ديالكم في قبه البرلمان اللي غتخدموا فيها 5 سنين، وغيجي واحد غيخدم 30 عام و31 سنه وتضربوا ليه كلشي في الزيرو. هادشي راه ما يبغي لا الله ولا عبده، وهادشي راه ما غاديش يرضى به حتى صاحب الجلاله الله ينصرو، لانه عاطيكم كامل الصلاحيات كمؤسسات ديال الدوله قانون في الدستور ديال 2011، وعطيكم كامل الصلاحيات باش تقوموا بالواجب ديالكم. وتاكد عليكم في الخطابات ديالو، الخطابات ديال العرش راه تاكد لكم بانكم تقوموا بالعمل ديالكم ولا تتنحاو. وفي اخر خطاب ديال صاحب الجلاله الله ينصرو راه اكد على الجديه. راه الجديه لا ما كانتش عندنا في هذه البلاد هذه وكانت في المؤسسات ديالنا، راه حنا غنبقاو اللور. والمغرب الجديد اللي بغى صاحب الجلاله راه ما عمرنا غادي نوصلوا ليه. راه صاحب الجلاله تيبني وانتم كتريبوا ايها المسؤولين الفاسدين. صاحب الجلاله كيعطي يعني ميزانيات، كيدير يعني اصلاحات للمملكه المغربيه لا من خلال القضاء ولا من خلال يعني قبه البرلمان ولا من خلال بزاف ديال الامور. وانتم كمسؤولين فاسدين كتمروا قرارات ديالكم وكتحايلوا على القانون وكتسرقونا وكتنهبونا بالسيلو والورقه بواحد الطريقه اللي هي بكل صراحه كتبقى وصمه عار عليكم، لانكم خذلتوا الوطن. وكيبقاو قدماء العسكريين عليهم من وصمه الحب والوفاء والمجد، لانهم قدموا الارواح ديالهم فداء للوطن. وكاين منهم اللي ماتوا رجال كيدافعوا على هذا الوطن هذا، وباقيين رجال يقدروا يدافعوا على الوطن ديالهم دابا. راه هاد المتقاعدين العسكريين اللي كتشوفوهم شيوخ وناس كبار تيقول لك انا نمشي نحارب الصحراء، وهادو كيتسموا عندنا حنا خبراء الصحراء المغربيه. الا جبناهم وطلقناهم تما لازم العالم ديال العمليات العسكريه يديروهم تمايا. شي حاجه ديال الكوموندو ما عمركم شفتوها نتوما يقدروا يديروا هاد الناس هادو، لان عندهم خبره عسكريه في تخوم الصحراء المغربيه. كل واحد ردوه البلاصه فين كان يعطينا ديك لي جون ويعطي لك الناس غير الكوموندمون بفمو نوصلوا ما عرفت فين. ماشي نجريو على البوليزاريو ونجريو على الجزائر كامله من تما. اتقوا الله ايها المسؤولين، اتقوا الله في هذه الفئه هذه اللي قدمت الغني والنفيس. وكنتمنى منكم انكم يعني تبارطاجيو لنا هذا البث المباشر هذا وتحاولوا تواصلوا يعني في لي كومونتير وتعطيونا يعني الاقتراحات ديالكم والاراء ديالكم. وحنا دائما كما قلنا لكم غنبقاو نوصلوا الصوت ديالكم. وهاد المسؤولين الفاسدين اللي كيتلاعبوا بالحقوق ديالنا راه حنا ما ساكتينش، راه مهما ان القانون 34 97 ما كيطبقش في مؤسسه حسن الثاني راه غادي نخرج وغادي ندد وغادي نستنكر هذا العمل هذا، لان هذا كيتعتبر ظهير شريف صادر من صاحب الجلاله الله ينصرو. راه ما صادرش من شي جهه اخرى، راه من عند صاحب الجلاله اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه، صادر من عند المرحوم الحسن الثاني وكيسهر على الضمان ديالو صاحب الجلاله الله ينصرو لنا الملك محمد السادس نصره الله. راه ما يمكنش ان ظاهر شريف خارج يعني في جريده رسميه للعدد ديالها 47/22 وظاهر شريف اللي صادر بواحد الرقم اللي هو 1/99/192 جمادى الاولى 1420 في 25 اغسطس 1999 بامر بتنفيذ القانون 34/97 وما يتنفذش. وهذا راه وصمه عار. حنا عرفناكم راكم كتقولوا راه كننفذوه
وكتقولوا صاحب الجلاله راه حنا كننفذوه، كتنفذوه ببعض المواد. كاين بعض المادات ما كاينينش. الماده 17 انا كنقول لكم الماده 17 خصها تتاكد وتتفعل. كون كانت كتفعل هذه الماده 17 هذه لهذه الفئه هذه ديال القدماء العسكريين للراغبين في مزاوله نشاط مهني بصفه مستقله او في الحصول على مناصب عمل ماجور، وان تعينهم في مساعيهم لتحقيق هذه الغايه. راه ما كتعينونا لا في المساعي ديالنا باش تحقيق هذه الغايه، ما كتحصيونا باش نشوفوا هذا النشاط المهني بصفه مستقله، ما والو. نتوما كتساهموا في التهميش ديالنا. راه من نشوفوا واحد كيبيع الديطاي في العريش، وكنشوفوا واحد الارمله كتمشي كتخدم في الجفاف مسكينه وكتعذب، راه نتوما اللي كتساهموا في التهميش ديالها، لانكم ما طبقتوش الماده 17. كون كانت كتطبق الماده 17 وكتطبق بالحذافير ديالها، وحصيتوا هاد الناس وعرفتوا الناس مساكن اللي باغيين يشوفوا، اللي باغيين يزاولوا واحد النشاط مهني، ومشيتوا اثرتوهم وحددتوا لهم. راه عندكم حتى في القانون باحداث مراكز التكوين المهني لهذه الفئه هذه. ما عمرنا حنا سمعنا شي احداث ديال شي مركز ديال التكوين لهذه الفئه هذه بتاتا. عمرنا سمعنا المؤسسه. كنسمعوا غير خدمات جليله كتقدم لهذه الفئه، خدمات جليله كتقدم لهذه الفئه، ولكن ملي كنجيو للواقع وملي كنجيو الواقع الحقيقي تلقاو ان الارمله كتمشي عندكم باغا العيد وعندها 1000 درهم، وكتقولوا لها سيري الله يعاونك راه عندك 1000 درهم. وكما قلت لكم انا ديك 1000 درهم نعطيكم 1000 درهم ونزيدوكم 200 درهم اخرى عليها، هي 24000 ريال. وديروا لنا بها الحل، ديروا لنا بها الحل نتوما يا المسؤولين. واش كتضحكوا على عباد الله؟ واش 1000 درهم باقا تعيش ارمله عندها وليدات وكاريه في هذا الزمان هذا؟ واش ما كاينش شي بديل؟ عطيو البديل لهاد الناس. راه كان عندكم كامل الصلاحيات، راه ميزانيه ضخمه كتضخ. راه كاينه الجمعيه الوطنيه للقدماء العسكريين اللي كتضخ لها عباد الله 100 مليون كل عام، ناهيك على الاراضي ممتلكات قهاوي لاكريمات، شي كامل كيتصرفوش عليه القدماء العسكريين. من هو اللوبي الذي يسيطر على هاد الممتلكات ديال هاد الجمعيه الوطنيه للقدماء العسكريين اللي كيتهاتفوا عليها دابا، كيتخاطفوا عليها الفاسدين، اللي راهم دابا حاليا في الحراك ديال القدماء العسكريين قسموه الى 3 اطياف. حنا اللي بغينا نمشيو هنا بغينا هذا جهوي هنا، بغينا هذا جهوي هنا، والناس كتبايع وتشارى. دخلتو نيت فاسدين من هاد الفئه هذه اللي رشاويه وباغيين يشدوا الفلوس وباغيين يكونوا ضد الاخوان ديالهم، دخلتوهم شريتوهم بالفلوس وحطيتوهم يعني في هذه الجمعيه هذه باش تمروا بهم القرارات وتمروا بهم الميزانيات ويسكتوا ويسدوا فمهم على هذا التهميش. ونهار اللي تخرج التنسيقيه ديال القدماء العسكريين ويخرجوا هذه الفئه هذه تقولوا لهم راه عندكم الجمعيه ديالكم اللي كتدافع عليكم، وهذه الجمعيه كيفاش غادي تدافع عليهم؟ هما كاينين هذوك اللي وسط الجمعيه مستافدين من الممتلكات وعندهم مساءلات قانونيه في هذا الاطار هذا. كيفاش غادي يعني توصي الديب على لا اله الا الله محمد رسول الله؟ انا بكل صراحه كنستغرب، يعني راسي بعض الخطرات تيوقف ملي كنبقى نفكر في هذه المشاكل الاجتماعيه ديال هذه الفئه، لدرجه انا ما وليتش كنعس كاع. والله العظيم بعض الخطرات اللي كنعس 4 الصباح 5 الصباح كنفكر في هذه المشاكل الاجتماعيه ديال الفئه، وليت كنسى المشاكل الاجتماعيه اللي كنت كنطالب بها انا كواحد من هذه الفئه هذه، وليت كنسى المشاكل ديالي وكنفكر المشاكل ديال هاد الارمله بحال هاد الارمله اللي توصلت معايا دابا وارامل الاخرين وهاد العجزه وهاد الناس مساكين اللي طارحين الفراش يعني. والضمير يعني ما بقاش في هاد المسؤولين ما بقاش عندهم ضمير حي اللي كيحركهم واللي كيحاول انه يعني يدير الخير او لا انه يتعامل مع هذه الفئه هذه. لا حكومه ولا مسؤولين ولا حتى شي حاجه، عندنا غير الله سبحانه وتعالى وصاحب الجلاله الله ينصره. وانا من هذا المنبر كنوجه رسالتي واستعطافي السده العاليه بالله وصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، اللي هو القائد الاعلى للقوات المسلحه الملكيه، وكناشد كذلك ولي العهد حفظه الله لكي تعتبر منسق المصالح قوات المسلحه الملكيه باش يوصلوا هذا النداء ديالنا ديال هذه الفئه هذه اللي هي ملكيه وطنيه حتى النخاع، وكتدافع على الوطن ديالها. وقت ما ناداها الوطن ديالها راه غادي تدافع عليه، لان هاد الناس هادو قدموا خدمات جليله للوطن وما زالت يعتزوا بالملكيه ديالهم وكيعتزوا بالصحراء المغربيه ديالهم وكيعتزوا بصاحب الجلاله نصره الله وبالاسره العلويه. وحنا من هذا المنبر كنعاودوا نوجهوا رسالتنا كذلك للمسؤولين النازحين اللي كاينين في مؤسسه الحسن الثاني
واللي كاينين في اداره الدفاع الوطني واللي كاينين في الحكومه المغربيه، لان فيما مشينا كاين الصالح وكاين الطالح. حنا كنوجهوا لهم رسالتنا وتنقولوا لهم الله يجازيكم بخير لما تعاونوا مع هذه الفئه هذه، ووصلوا المشاكل الاجتماعيه ديالها، ووصلوا النداءات ديالها، ووصلوا يعني ما تعانيه هذه الفئه بصمت. لان كاينين يعني شرفاء في هذا الوطن، مع كاينين كذلك فاسدين، كاينين شرفاء اللي كنعتزوا كنفتخروا بهم في هذا الوطن هذا. وحنا ضد اي واحد كيضرب في الوطنيه ديالنا ولا يتزايد عنا في الوطنيه ديالنا ولا يتزايد عنا في الحب ديالنا للملك ديالنا وللرايه المغربيه ديالنا وللشعب المغربي. وكنكتفي بهذا القدر هذا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوصل النداء ديالنا للمسؤولين، ويوصل النداء ديالنا لصاحب الجلاله نصره الله، ويوصل كذلك النداء ديالنا لولي العهد والاميره الجليله لاله مريم، وكذلك الولي العهد حفظه الله اللي كيتعتبر منسق المصالح القوات المسلحه الملكيه. حنا دائما غنبقاو جنود مجندين وراء صاحب الجلاله نصره الله، وغنبقاو كذلك اوفياء للعرش العلوي المجيد، وغنبقاو كناضلوا على الحقوق ديالنا حتى نتوصلوا بها. وكنقول لهاد المسؤولين الفاسدين راكم نتوما سباب التهميش والتحقير للقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. مهما هذه الفئه كتخرج للشارع امام قبه البرلمان الا وهناك مسؤولين فاسدين داخل قبه البرلمان، يعني هما المسؤولين على يعني تجميد المعاشات ديالهم، وكيناشدوا كيطالبوا برفع التجميد على المعاشات ديالهم. ملي كنتوجهوا لمؤسسه الحسن الثاني كنتوجهوا لها لانها هي الصاهره والضامنه على الحاله الاجتماعيه ديال القدماء العسكريين اللي ما كتطبقش الماده 17 وعده مواد يعني في القانون 34 97 واللي كتعطينا وعود كاذبه وكتخلف بها. حنا مستمرين ما غاديش نسكتوا، والنداء ديالنا كنوجهوه دائما للسده العاليه بالله حفظه الله ونصره، واللي كنتمنوا له من هذا المنبر الشفاء العاجل. وكنشكركم، والى اللقاء في بث ان شاء الله جديد عبر صفحه صوت القدماء العسكريين، واللي كنشكر من خلالها جميع المتابعين اللي كيتابعونا دابا ولا اللي كيعطيونا تعاليق يعني الايجابيه ولا السلبيه في هذه المجموعه هذه ولا هذه الصفحه هذه اللي كتعتبر الصفحه ديالكم ديال القدماء العسكريين وقدماء المحاربين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.